هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد فليحيى أبو الفصل. ده كان أول اكتشاف لعيد ميلاد في التاريخ. ولا كل ده يوم ده لاين ولا ايه ده اليوم ايه ايه وده كان أول اكتشاف للغباء في التاريخ. وده كان أول مرة يكتشفوا فيها الخمرة في التاريخ لما سابوا الأكل لغاية ما باظ. ومن ساعة ما اكتشفوا الخمرة كل حاجة باظت. ايه يا جامدة؟ وده كان أول تحرش في التاريخ. ما تيجي في المغارة ونجيب سارة. احترم نفسك، انا من مغاره محترمه على فكره. لو عايز اي حاجه تعالى اطلبني من ابويا. خلاص اجي اطلبك من ابوكي في الحال. وده كان أول جواز في التاريخ، ضربوا حجرين عرفي واتكلوا على الله. من حجري وبنحبوه في الكهف بنستنوه. من حجري وبنحبوه في الكهف بنستنوه. انا عايز الميكانيكي يجي يركب ديناصور. 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 واتدحرج واجري يا رمان. وتعالى على حجري يا رمان. ولا حاجه هتريل يا رمان. تعالى على حجري يا رمان. يجي على الصخور يجي. واعمل له خابور. يجي على الصخور يجي. اعمل له خابور. يجي. يا ربي يا ربي، هو كل يوم غسيل ومسح وكنس وطبخ؟ انا زهقت بقى. انت ربنا ياخدني عشان ارتاح من القرف اللي انا فيه ده. يا ترى مين اللي جاي على الصبح؟ مين؟ يا دبشه بنتي يا دبشه، افتحي، انا صاحبتك طوبه. تعالي يا طوبه خشي. صباح الخير يا دبشه. صباح النور يا يوه، انت لسه بتنضفي لحد دلوقتي؟
اعمل ايه يا اختي؟ ما البيت كله تراب زي ما انت شايفه. وماله، ما احنا في العصر الحجري، هو احنا حالتنا غير التراب؟ اسمعي، سيبي كل اللي في ايدك ده ويلا. يلا فين؟ على البحيرة، الستات كلهم متجمعين، رقص ودلع وايه. يا بنت فكي من الكبت اللي انت فيه ده بقى. يا نهار اسود، ده انا زلط جوزي لو عرف يقتلني. هو جوزك ده مش هيبطل الحكايه دي بقى ولا ايه؟ ايه ده راجل خانقه بصراحه. ما الستات كلها بتخرج يا اختي، هو خايف عليكي من ايه؟ بيخاف عليا من الديناصورات. احنا فين والحاجات دي فين؟ ده احنا في وسط البلد. اهو بقى يا اختي بيغير عليا. ده انت طلعتي عبيطه قوي يا بنتي يا دبشه. جوزك ده اللي عامل فيها بيخاف عليكي ومقعدك كده في البيت على طول، بيعمل كل ده علشان هو يروح ويجي على مزاجه، ده عايشها بالطول وبالعرض. لا بقول لك ايه يا حبيبتي، انا جوزي راجل مستقيم وما يعملش حاجه غلط ابدا. مستقيم؟ شله يا مستقيم، ده خاربها. انت عارفه يا بنتي ده مسمينه ايه؟ مسمينه ايه؟ عنتيل الكهوف. اخص عليك يا زلط يا اخويا، داير تتعنتل على الناس كلها ومش عارف تعمل عنتيل عليا. يا حبيبتي بس يا روحي ما تقطعيش قلبي، ما يستاهلش دمعه منك والله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه افكر خالص. لا احنا لازم نشوف صرفه. طب ايه نعمل ايه؟ فكري معايا. انا لقيتها. ايه؟ الراجل جوزك ده لازم نعمل فيه ملعوب يعلمه درس يطلع من نفخه كده. وانا عندي اللي هيعمل فيه الملعوب ده. مين؟ ولاد خالتي. عيال ايه، دماغهم سم متكلفه وهيحلوا لك المشكل ده خالص. يا ريت والنبي يا اختي يا ريت. طب بقول لك ايه بقى؟ إيه؟ انا رايحه ادلع نفسي مع الستات شويه على البحيره، وهبقى اعدي عليكي وقت تاني. ماشي ماشي، يلا باي باي. ما تنسينيش والنبي. ما اقدرش تنسينيش. يروح الروح، ما ماشي. اقدرش. يلا باي باي يا حبيبتي، باي باي. يا مصيبتي. يا دبشه، انت يا بنت يا دبشه. ايوه يا زلط يا حبيبي. امسكي يا روحي، امسكي يا حبيبتي. ايه ده، انت جبت لي هديه؟ يا بنت هديه ايه ده؟ شويه طوب عشان الجيران يعرفوا ان انا راجل في بيتي. يعني انت كل اللي فارق معاك الناس بس؟ ايوه يا بنت، اهم حاجه عندي الناس، وانت تفرقي عندي انت حيالله مراتي. يلا يا بنت بسرعه. طب حس بقى ان انت يعني ما جبتليش هديه، انا عايزه اخرج. وتخرجي ليه؟ ما انت عندك كل حاجه في الكهف بتاعك مش موجوده في اي كهف في الدنيا. عشان نقعد مع بعض مثلا. ما احنا قاعدين مع بعض يا بنت اهو. يا سيدي اضحك عليا بكلمتين، خدني ورا بحيره ورا صخره ورا كهف. يا بنت اخدك ورا يا بنت انت مراتي، ده انت ناقص تقولي لي خدني ورا مصنع الكراسي. يعني انت مش هتخرجني خلاص؟ يا بنتي بخاف عليكي والله، ديناصور يلهفك ان شاء الله، طائر الرخ يرخ عليكي. طب بما انك بقى مش هتخرجني انا داخله انام. خد يا بنتي داخله تنام ايه؟ انا اصحابي جايين دلوقتي ولازم تعملوا لهم عشاء عشان يعرفوا ان انا راجل في بيتي. مش هعمل حاجه لحد. ده انا سنجف في البيت بقى، ده انا كلب تافه هفق ماليش اي لازمه في المكان. خش يا بنت اعمل لنا عشاء بسرعه. انا متلقحه جوه لما تعوز حاجه اندهلي. قمت بسرعه. لفت قرف. يا لهوي، ديناصور. هاجم الديناصور، خش عليه. اوعى ده بيمشي والله العظيم، بيمشي بجد. ده باصص لي والله. انت خايف من ده؟ لا انا خايف من ده. اهدى اهدى خلاص، اهدى ما تعيطش خلاص. ثانية، ده مندو. انت اهبل يا ابني، مش انا تاجر ديناصورات قد الدنيا فبعت الصبح ذكر وانتايه وده الولد. ايه بقى؟ ايه، اتفرجوا بقى على الكهف الجميل بتاعي وشوفوا كل الحاجات اللي مش موجوده في اي كهف. الله يا ابن اللعيبه. ايه ده؟ ايه الحاجات دي كلها يا؟ بقول لك ايه؟ ايه البتاع ده؟ ده كرسي. كرسي؟ اه. ده انا بقعد عندي في الكهف على حجر لحد ما خلاص اتشلفطت. وايه ده؟ دي حاجه اسمها اباجوره، بيبقى في حاجه اسمها لمبه بتنور عن طريق حاجه اسمها سلك زي ده. سلك؟ اه. لا يا عم انا مش فاهم الاباجوره دي يعني ايه. طب بقول لك ايه؟ ايه ايه ده؟ انت متخلف يا. لو تلاحظ يهطل هتلاقي دي شبه دي، صح؟ اباجوره برضه. توأم يعني دول؟ تو. بقول لك ايه؟ ايه ايه دي؟ دي قصريه اقعد عليها. يا عم ما انت موضب كل التوضيب ده مش عارف تمحر الكهف. حاجه بسيطه يعني. تعالوا لي هنا، تعالوا لي ايه تعالوا في لي. ايه خير؟ ها جبتوا المزات؟ جبنا البوزات وجبنا ميه بحيره 8%. تعالى تعالى. إيه؟ بصوا بقى،
انا بره البيت عنتيل لكن جوه البيت برميل. ها؟ طب انت موطي ليه؟ ما عشان اي حاجه عاديه نقولها فوق، لو في حاجه فيها قله ادب ولا حاجه نقولها تحت عشان المدام هتشعوطني. بقول لكم ايه؟ انت قلت لي ان انت هتجيب هنا خمره ونسوان. انا عايز نسوان. انتوا قلتوا لي هتجيبوا لي نسوان. انا عايز نسوان. ده ايه ده؟ ده اللي هنتعشى بيه. ده هناكله؟ ايوه هناكله. انت اصطادته ازاي ده؟ اصطادته كان ماشي مع قطيع شكله كده بالحربه وحدفتها عليه وجبته اصطادته هناكله بقى. يا ابني ده سفيف قوي، ده يقف في زور. خلاص ناكلك انت. ده انا اتغشى بيك قبل ما تتغدى بيا. ايه ده؟ تاكلني انا؟ هاكلك. يا جدعان صلوا على النبي، كل ده عشان تاكلوني؟ نعمل ايه؟ صلوا على النبي. ده وقته كلام في اللي انت بتقوله ده. ده عصر اتقال فيه الكلام ده. يا ابني ما تجننا الله يخرب ولا يفوق يلا. لا مؤاخذة. ولسه الانبياء ظهرت يلا. بقول لكم ايه؟ انا عايز ادخل الحمام. ده عبيط يا ابني، ما دي حاجه عاديه، ايه قله الادب فيها عشان نقولها تحت؟ لا، ما انا لما ادخل الحمام هقلع سلبوطه فهتبقى فضيحه. طب بقول لكم ايه؟ بلاش نعمل الحركه دي كتير عشان لو عيل صغير عدى ورانا مش هيحصل كويس. زي ما بقول لك كده. لا ناخد. ركز بقى في تفاصيلنا. تمام. ركزوا بقى يا جماعه واتفرجوا على الكهف الجميل بتاعي وشوفوا خيرات الله. الله الله الله. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هو ايه البتاع ده؟ ده اسمه التلفزيون. تلفزيون؟ تلفزيون. ايه التلفزيون ده؟ ده جهاز. بس بيخاف من جهاز؟ بيخاف من الجهاز. ما تقولش جهاز تاني. العتبه جزاز والسلم نايله في نايله وين. خلاص بقيت عادي. تمام. هو طب مقفول. تعالى بقى يا معلم اقول لك بقى، التلفزيون شايف المربع ده؟ ده هنتفرج عليه كمان شويه، هيخرج منه ناس عن طريق سلك زي اللي في ايدك بالظبط ده. السلك ده هيخرج منه ناس؟ انت مجنون يا ابني؟ يعني السلك ده بيدخل ناس جوه الحيطه دي؟ طبعا. طب ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ عدي التلفزيون، ما احنا عدينا يا سيدي الاباجورات وتليفون وفي لابتوب وفي ايه، كل حاجه جت على التلفزيون. اخلص، انا عايز ضحك. ها يلا. هو قال عايز ايه؟ عايز ضحك. اخلص هنروح في داهيه. اخلص. ضحك اهو. اخلص. اخلص والمصحف هنمشي. طب خلاص، بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقول لك. ايه؟ التلفزيون ده في ناس. في طبعا رجاله. مش عايز اشوف جنس رجاله في التلفزيون ده. تمام؟ عايزين بقى حاجه ايه؟ عايز تاكل كل الواد ده. اكل ايه يا عم؟ عايز ايه؟ عايزين نسوان. نسوان. ايوه النسوان. بس يا هجيب لك حاضر. انت اصبر. بتحرر ليه؟ هتعمل بيها ايه انت؟ ما تسكت. اهدوا يا جماعه. اهدوا. طبعا انا معلش. عايزين حاجه زائد 18. تمام؟ طلبك عندي. فهمني انت. انا فاهمك والله. ايوه. طلبك عندي. بص يا سيدي، التلفزيون ده بيشتغل بحاجه اسمها الريموت. بص. ايه ده؟ ده عايز حجر. ده ايه ده؟ حجر. انت متخلف يا ابني. افهم بس، ده عايز حجر قلم. وده ايه ده رافع؟ ده حجر قلم. وسع قدامه دلوقتي بقى عشان ما يوريش الحجر الطرش. اوعى من قدامه دلوقتي. ده انتوا عبط بقى، انتوا هتتنح لي. في ايه يا عم؟ اتفضل اقعد وهجيب لك الحاجات الزائد 18 اللي بتحبها. حاجه اتفضل يا سيدي. حاجه رايقه. يلا. وانت راح انت حاضنه ليه؟ اجري روح اقعد يلا. شوف يا معلم، هتشوف اللي عمرك ما شفته في الدنيا.
كلت امك؟ كانت جعانه معلش. هي دي روبي بتاعت العجله؟ اه دي مش عايزه عجله، دي عايزه عجله حربيه. وبعدين يعني انت عايز تقنعني ان دي عدت بالسلك ده؟ ما احنا نقول كلام يتعقل، ما تجننوناش. ايه ده بس هفهمك يا ابني، دي رفيعه في الحقيقه، الكاميرا بتتخن 5 كيلو ودي واخداها 500 كاميرا. افهم، اسمع بس نشوف هتقول ايه الست العبقريه دي. نحن بنات عائلات محترمات نبحث عن المتعة في جميع الاتجاهات، بالطول بالعرض وكمان سمبوكسات. بتقول لك سمبوكسات، فاكره نفسها صينيه كنافه. يا ابني افهم، سيب الست تتكلم يا حبيبي. اتصل الآن على رقم 1 2 عمو حسين 3 4 في المطبعة 5 6. ما تجيبي حتة. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور، مين معايا؟ مع حضرتك زلط دقسوم الملقب بعنتيل الكهوف. زلط، قولي انت بطولك ولا معك حدا؟ لا معايا حدا. يا اهبل، قول لها ان انت لوحدك، لا تفتكر ان احنا عاملين حفله. يا عم عادي هتكفينا. انت متنحرر على ايه؟ يا جدعان. زلط، ايوه. انت معايا؟ مع حضرتك. لا انا بطولي. طيب قولي مواصفات البنت اللي انت عايزها. يعني حضرتك تكون طويلة فرعة بيضة وقشطة وطرية ومهلبية. عايز زيتون على الوش. ايه ده؟ انت جايب سي بي سي سفرة؟ يا جماعة اهدوا نسمع الست بتقول ايه. بعد اذن حضرتك ممكن ازود على المواصفات، تكون رجلها زي الفازة كده. ولا مش عايز نسوان. مش عايز نسوان. ازود بس حاجات بسيطه على المواصفات بعد اذن حضرتك. يعني لو رجلها زي الفازه كده وبيضه وطويله وقشطه ورفيعه عودها فرنساوي، عندك المواصفات دي؟ ده انت اكنك بتوصفني. الوليه دي كدابه، يا اما صادقه وبقيه الحاجات دي اتحشرت في السلك. يا ابني افهم، الكاميرا هي اللي بتزودها والله، بس دي الكاميرا اللي واخداها هاي ديفينيشن. ايوه حضرتك، ايوه انا عرفت حضرتك. الو. ايوه عرفت حضرتك. مين انت؟ سما المصري. لا يا حبيبي، انا مش سما المصري. امال انت مين؟ انا سما مارينا. طب قولي يا زلط، عنوانك ايه؟ حضرتك انا 45 ورا الجبل شمال. ايه ده ورا الجبل؟ شمال. طب ما تيجي ورا الجبل ونقضيها هبل. طب بقول لحضرتك ايه؟ قول. انا مش عايز المواصفات اللي فاتت. انا عايزك انت يا قمر. زلط. يا لهوي ياما مراتك جت. اقفل الريموت، اقفل التلفزيون. اقفل التلفزيون. اقفل التلفزيون يلا. اقفل انت التلفزيون. يلا نلعب الكلب الحيران. يلا خد. اوعى. يلا العب. ايه؟ العب ايه؟ مراتي جايه يخرب بيوتكم، استنى اقفل الجهاز. يا الليل يا ميمون. وكمان الليل يا ميمون. انا اللي كنت مقضيها، طلع نازل كده. الشاي. يا حبيبتي طبعا الشاي، ربنا يخليك، الف شكر. عاوزين حاجة تانية؟ عايزين مزة. عايزين هز الاكل بسرعه عشان جاعوا. بربعية حشيش. إيه ده؟ مناقيش. شوية مناقيش بقى على ذوقك يا قمر. وقرطاس لب اسمر. انت غبي. لب اسمر. لب اسمر ايه؟ ما تقولش لب اسمر قدام، هتفضحنا. انت متخلف يا ابني. ما لب اسمر دي عادي، هو اللب الاسمر نزل جدول؟ عادي قول لب اسمر يا حبيبي. عادي لب الاسمر عادي. عادي. طب بقول لك ايه، ربع كيلو بقى لب اسمر عشان لما تيجي النسوان نتبسط. ايه؟ لا لما يجوا الجيران هيشموا ريحه اللي يخش جوه. بقول لك ايه؟ إيه؟ هو انتوا كنتوا مشغلين التلفزيون؟ كنا مشغلينه. كنتوا مشغلين قناه ايه بقى؟ قناه التوبه. هو في قناه اسمها التوبه؟ وورا قناه الرذيله على طول. طب هات كده بقى الريموت. الريموت عندك اهو. دايما ظلمانه، هتشوفي حاجات كلها حكم ومواعظ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الفرسان للمنتجات المملة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم منتجات كتير جدا لست البيت. بنقدم النهاردة 1 و2 و3. ياه يا اخوانا يا اخوانا ياه. معنا النهارده الشيخ خميس مدير التسويق بالشركة هيقدم لنا كل منتجاتنا. اتفضل يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ جمعة. اهلا برحب بيك الاول الحلقة. معانا النهاردة اول منتج يا جماعة، اللحاف الجيري. لحاف جيري؟ ايوه لحاف جيري، جير خالص 100%. يعني اللحاف ده تتغطي بيه يحميكي من البرد ويجيب لك ربو على الصدر. ما انت حاطه جير على نفسك. ايه المنتجات المتخلفة دي؟ وعلشان كده يا شيخ بنقدم بخاخة لعلاج الربو. يعني احنا النهارده بنقدم لك مرض الربو وعلاج من المرض. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا محضر لك مفاجأة النهارده يا شيخ. يا ريت يا شيخ يا ريت. معانا احدى جمهورنا اللي اشترى الحفنة وبيشكر فيه. انا هسيبه بنفسه ويكلمكم على اللحاف. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خميس النصاب صاحب الشركة، الحاج الدهول اللي بيشتري منتجاتنا. اتفضل يا حاج كلمنا على اللحاف. بصراحة اللحاف ده زبالة. ده جاب لي ميه على الرئة يا جماعة. ايوه احنا مع الحفنة بنقدم مية على الرئة، ولو اتغطيتي بيه من تحت يجيب لك مية على الركب، ولو اتغطيتي بيه للاخر يجيب لك مية معدنية. ستوب. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ انت طالع تشكر في اللحاف مش تشتم. ما انا بشكر اهو في اللحاف. يا استاذ امدح في اللحاف. امدح في اللحاف. امدح. مدد يا لحاف. يا ابني انت مجنون. اهو كمان النهارده بنحتفل بمولد سيد اللحاف معانا النهارده في البرنامج. يا ابني انت مجنون. اشكر في اللحاف، قول كلام حلو. خلاص ماشي، انتوا جاهزين؟ جاهزين. يلا 3 2 1. احنا بنعمل حيلهم بينهم. يا استاذ انا عندي الضغط. اتنيل اشكر في اللحاف. اللحاف يا جماعه لحاف هايل. اللحاف بيجيب ميه على الصدر، بيجيب ميه على الركب، بيجيب كل حاجه في الحياه، بس انا نفسي اجربه. يا استاذ هتجربه وهنعمل لك كل هديك صفايه بطاطس. طفايه بطاطس؟ ايوه. هتديني طفايه انا بطاطس؟ صفايه بطاطس. طفايه بطاطس. انتوا بتشربوا البطاطس ولا بتقلوها؟ انا حريق بطاطس يا استاذ. لا قول ورايا. انا هبطل بطاطس. انا هبطل بطاطس. ايوه. واحنا عشان نقنع جمهورنا هديك لحاف تجربه قدام الناس. اتفضل يا حاج، اتفضل جرب لحافنا قدام الجمهور. يا استاذ ده انا داخل عند حلاق. ايه يا استاذ في ايه؟ اغطي بيه ايه ولا ايه ده يا استاذ؟ انت بتتغطى ليه؟ عشان ما يجيليش برد. والبرد بيجي فين؟ في الصدر. وانا مغطي لك ايه؟ الصدر. طب اغطي ركبك بقى والحاجه. انا مال انا. البس فرش عربيه وامشي، مش قصتك. صح. شكرا يا استاذ. احنا ألف كده شكر. خلصنا. يلا فركش يا اساتذه. ايه ده؟ انا هلم الموضوع بتاع الفضيحه اتفضل دي. بسرعة. بنقدم لكم منتجات كتير لسه. معانا عرض المطبخ 300 قطعه. ايوه 300 قطعه وهشرحهم قطعه وهتسمعوني. مش هقعد انا اروق في الكوبايات وارتبهم وتحولوا. تقول له هات قناه مزيكا وانا طالع عين امي من الصبح. هتسمعي كوبايه من اللي هقوله. اهدى يا شيخ اهدى. اهدى ايه؟ ما بقبضش فلوس، لازم يشتروا. عشان خاطري اهدى. اشرح المنتج اللي معانا. اشرح. هنشرح. معانا الكوبايه الزفت دي تشربي فيها شاي، ولو غسلتيها تشربي فيها هي ينسون. يا سبحان الله. ايه ده؟ ازاي؟ يا شايفين العظمه اللي في ياه. بصوا يا جماعه، الكوبايه بودن، مش احنا بس اللي بودن. لا لا وكمان ايه؟ بتشربي فيها ينسون وتغسليها وتشربي فيها شاي. يا اخوانا على فكره انت قلت نفس الجمل اللي انا قلتها، انت بس بتزود يا اخوانا. بتاع بسبوسه واقف جنبي. خلاص يا استاذ قدم عروض للناس. معانا النهارده عرض الحله دي ست البيت ممكن تسلق فيها فرخنتايه، وعشان الفرخنتايه جبنا لها غطا. يعني يا جماعه ده مش مجرد غطا، ده ستر وغطا برضه. فرخنتايه ديك شقي معدي يبص عليها. اضحك تاني يا شيخ خميس. احلى حاجه في اعلاناتنا روحها الحلوه. والله الحمد لله.
انا محضر لك مفاجاه. جايب احدى ستات البيوت اللي اشتروا منتجاتنا يكلموها عنكم. اتفضلي يا حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كلمينا يا حاجه على الكوبايات اللي اشتريتيها. لا الكوبايات دي هايله، ترميها في الارض ما تتكسرش، ترميها في الحيطه ما تتكسرش، يمشي عليها قضيب قطر ما تتكسرش. بس انا بعمل فيها شاي الصبح فرقعت. فرقعت من الفرحة، حبت ترضي جوزها وتعمل له شاي، الكوباية فرقعت. هي دي الروح اللي احنا مستنيينها. الحمد لله. يا استاذه يا استاذه اشكري في الكوبايه. ما انا شكرت اهو يا استاذ. اشكري، قولي كلام حلو عليها. الكوبايه ترميها في الحيطه ما تتكسرش، ترميها في الارض ما تتكسرش، تعدي على قضيب قطر ما تتكسرش. بس والنبي كان ليا استفسار. ايه؟ طفايه البطاطس. انت جوزك اشترى من عندنا حاجه؟ اه. طب اتفضلي يا حاجه اطلعي بره. وهاخد طفايه البطاطس. هتاخدي طفايه الزفت. احنا خلصنا. خلصنا. يلا فركش يا اساتذه. وبكده انتهت كل عروضنا لا النهارده. لا لا، لسه في كمان عرض. في كمان عرض. بنقدم مع كل المنتجات دي سلة زبالة كبيرة. سله زباله ليه مع اللحاف والكوبايات؟ الحاجات دي كلها هتبوظ من أول يوم هيرموها في سلة الزبالة. يعني باختصار يا جماعه كل عرضنا ده عشان نبيع لكم سله الزباله. وكل ده بكام؟ كل ده ببلاش. ببلاش؟ والله العظيم ببلاش. انتوا بس اتصلوا بينا، سعر الدقيقه 999 جنيه. يا جماعه انا قبل ما اقفل حابب اقول حاجه. اتفضل. جالي ايميلات كتير يا شيخ، الناس بتقول لنا ليه اعلاناتكم قصيره ساعتين بس؟ يعني الناس عايزانا نطول الاعلان شويه. من عينيا، إن شاء الله من بكرة هنعمل إعلان طويل جدا ونحط فواصل أفلامية في النص بإذن الله. وانا بقول لكل الناس يا ريت تزورونا في معرضنا في مدينه 6 اكتوبر قبل الميلاد. شفتي؟ ظلمتينا، كنا بنتفرج على موجة كوميدي. شفت ازاي ظلمتيني يا حبيبتي؟ هو ده اللي كنتوا بتتفرجوا عليه؟ لا. بصوا احنا نوحد يا لا عشان مراتي هتشلوحني. ها؟ ينفع ابطل صوتي؟ روح على القصريه، روح على القصريه. هو ده اللي كنتوا بتتفرجوا عليه؟ لا. ايوه. لا. اقول لك خش جوه 5 دقايق نتفق عشان دول هبل. خش. انا داخله اعمل لكم العشاء. وسع كده. شكرا يا حبيبتي، انا ما فيش الكلام ده عندي في البيت. بقول لك ايه يا عم انت؟ انا زهقت، وبعدين قلت لك زائد 18 مش زائد 160. مش قلتوا عايزين نسوان جبتهم لكم كلهم؟ ايوه يا عم مش كده، بقول لك ايه، انا عايز العب، فكك بقى من التلفزيون. عايزين تلعبوا ايه؟ لعبنا كوتشينه. ماشي يا سيدي. ايه؟ فين الكوتشينه دي بقى؟ هي الكوتشينه هي اللي تحت البتاع، بس دي الصغيره يا عم. دي كوتشينه صغيره؟ دي كام ورقه الكوتشينه دي؟ 52 ورق. ده احنا نبني مول بالكوتشينه دي. خلاص سيبوا الكوتشينه خلاص. انا عندي لعبه جديده مش موجوده في العصر بتاعنا ده. لعبه ايه؟ البلاي ستيشن. ايه البلاي ستيشن ده؟ ده جهاز. بتخوفوا جهاز؟ بتخوفوا جهاز؟ طب جهاز بس اسكت. العتبه جزاز والسلم نايله في نايله والعتبه جهاز. خلاص. ايه؟ جهاز. خلاص ايه؟ اهو خلاص. بس خلاص. تعالوا بصوا يا جماعه، البلاي ستيشن ده بيتلعب بالدراع اللي زي ده. ثانيه واحده الجزمه. طب البسها بسرعه اخي. ايوه. بالدراع ده عن طريق السلك ده بيطلع ناس في التلفزيون هنا نلعب بيهم. عن طريق السلك ده؟ يعني السلك ده زي السلك ده وبيطلع ناس هنا برضه. سبحان الله. يلا مين هيلعب معايا؟ انا هلعب معاك. خلاص انا نكست. بعديه يعني انا اللي هلعب. لا بقول لك ايه، تعالى العب انت. تعالى. طيب انا هتفرج انا. تعالى العب معايا يا سيدي. تمام؟ هلعب انا وانت تيكن. تمام؟ العب ايه؟ هنلعب مش هتعرفها، هتشوف. اللعيبه هتجري ولا ايه؟ استنى بقى ايه؟ الله يخرب، هات الريموت نفتح التلفزيون عشان نبتدي نلعب اللعبه. اعمل ايه؟ اختار بقى لعيب، اختار. انا عايز العب بده. مش بايدك. امال ايه؟ دوس على الاكس، دوس على الاكس. ايه الاكس؟ الاكس، دوس على الاكس اللي تحت. اهو دوست اهو. عايز ده؟ لا تنح قوي ده، عايز اختار لاعب تاني. غيره اهو. دوس تاني اهو. اظن ده اتنح من الاولاني. حلو ده. خده ماشي. يلا بص انا هختار بقى يا سيدي. بص اهو هيفلقوا نصين ده. طب فرجني كده. ماشي يا سيدي، يلا نبتدي اللعب بقى. يلا نبتدي اللعب. دوس بقى اكس واي. اكس واي. دوس صداده. هيفرقعوا. خلص.
بسرعه دوس لفهم لفوا لفوا اهو انا اسف انا اسف اول مره يلعب انا اسف معلش اعمل ايه؟ هتتكرر. ادوس تراك. دوس دوس كده دوس اكس ايه؟ هيشتمني انا مش هيشتمك انت اعمل ايه؟ لفوا 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 الو لف اهو. ايه؟ يلا العب بقى قرب عليه بلعب اهو. ده انا هنفخك. الجهاز هني بوظت اللعبه استنى لما نقفل الزفت ده ولا اهطل اهو ايه يا ابني في ايه يا ابني يا عم ما بيعرفش يلعب. بقول لك ايه، خلاص تعالى نتفرج بقى على حاجه حلوه. عايز ايه عايزين نسوان. نسوان. هي دي. هنجيب لك ثانيه واحده. عايزين بس حاجه تبقى ايه، حاجه حلوه. تمام. مش كومبو، مش عايزين كومبو. اللي فات ده خلاص انساه دلوقتي هتتفرجوا على حاجه اتفضل اقعد يا بيه اتفرجوا على حاجه عمركم ما شفتوها ولا هتشوفوها اهي ارفع ايدك لو متضايق هتروح الكبانات هتزيد وقت العكس نشوف فرتكه فرتكه عالطبله وعالسكسكه فرتكه فرتكه ضغطته معاك تكتكه فرتكه فرتكه راجعين عامل دربكه. احلى مسا على احلى مشاهدين في الدنيا كلها، ورجعنا لكم من الفاصل في برنامجكم المتميز. انا اللي بقول لك اتصل. اتصل دلوقتي حالا. انا اللي بقول لك اتصل. ايوه مفيش كنترول، هتتصل تكلمني على طول. اتصل بقول لك. انا هتصل يا عم اتصل هتصل يا عم. انت عبيط يا ابني. ليه هتتصل بواحده وجوزها في عز الليل. افهم يا ابني جوزها بينام بدري وهيسيبها لنا دلوقتي اصبر بس ايوه يا فندم هتصل بحضرتك حاضر اتصل يا عم. حاضر هتصل اتصل يا سيدي. ثانيه واحده هتصل اتصل يا اخويا. هتصل والله بقول لك اتصل. انت راجل مش مؤدب اتصل بقول لك. انت اللي ادب ليه ده كان انت اتصل. والمصحف لسك اهو هو بقى والله ما هخليك اقعد للصبح انت اصلك انسان مش محترم لو عندك ذره ادب والنعمه كنت مشيت من بدري قول انا اسف انا اسف اهو يا هايف. ايه ايه في ايه يلا اتصل حاضر اتصل اهو. حاضر يا سيدي يلا اتفضل يا فندم معانا اتصال تليفوني ونقول الو. الو الله يخرب بيتك الو عايز ايه رد عليا. ايوه يا فندم اتفضل. الو هسألك سؤال وتجاوبني عليه. ايوه اسأل ايه؟ ممكن اتعرف على اسم حضرتك اسمي زلط دقشوم الملقب بعنتيل الكهوف. بص يا استاذ زلط، اسمع السؤال كويس علشان تجاوبه وتكسب معانا جايزتنا الكبيره 10,000 عضمايه. من قائل هذه العباره؟ مفيش فايده. سعد قص سعد سلوم. سعد الدنيا. هو حاجه كده. هو مستحيل سعد زغلول عشان بس تعالى بص ابعد الزغلول دي بعيده تماما. سعد نبيها. برافو عليك برافو. انت غبي يلا. انت غبي. انا هسألك سؤال تاني يمكن تحس على دمك وتجاوب. اتفضل حضرتك. السؤال بيقول مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ يرضي مين؟ يا عم يرضي مين؟ والله ما يرضي ربنا والله ما يرضي ربنا. ده انت راجل موزع. ده انت عايز 100 بلج على بقك. ما يرضيش ربنا اللي انت بتعمله ده يا حبيبي. خلاص هسألك سؤال تاني. اتفضل. السؤال هنا بيقول من قال هذه العبارة؟ لو لم أكن حجريا لوددت أن أكون حجريا. علي الحجار. علي الحجار حضرتك. والله العظيم إجابة غلط بس هكسبك. والله لا كسبك. يعني انا كسبت ال 10,000 عضمايه؟ ايوه يا سيدي. ممكن تعملوا لي قلوب على الشاشه كتير وتكتبوا لي بحبك يا احمد. بنحبك يا احمد. بنحبك يا عم احمد. ويلا مزيكا. فرتكه فرتكه عالطبله وعالسكسكه فرتكه فرتكه ضغطته بس خلاص هنقضيها مجنى وراسي يا هندسه بقول طول لك الليل. ايه بقى يا رايق؟ ايه يا بقول فندم؟ لك ايه؟ عايزين نوصل لك الجايزه، ممكن بقى تدلنا على نفسك؟ حضرتك انا في الكهف 45 ورا الجبل شمال. طيب خليك معانا علشان نعرف ازاي هنوصل لك الجايزه. لا هو حضرتك انا مش عايز ال 10,000 عضمايه. امال عاوز ايه؟ انا عايزك انت يا قمر. زلط.
لهوي يابا يا لهوي الريموت الو الو اقفل اتقطع. يلا والليل الليل يا ميمون كان الليل يا ميمون لابس احمر يا لهوي الليل يا لهوي ايه الدري الاحمر الليل يا تعالى. السندوتشات ربنا يخليكي يا حبيبتي ربنا يخليكي. دي السندوتشات يعني تلايف بيها السندوتشات دي. معلش سندوتشات ايه معلش سيبها في حالك. زلط. هو انتوا كنتوا مشغلين تلفزيون؟ لا تلفزيون النسوان. انا سمعت صوت حريم يا زلط. لا ده الواد حصوة بس هو بالليل بيعمل نسوان عشان يطر القعده. والله بيقلب نسوان بالليل. مين ما هو بيقلب كده بالليل. ازاي بقى؟ هو زي الفامباير. انا حسوه وانا اللي بطر. انا طري كده اقول احنا بنات عائلات محترمات. شفت مش بقول لك عامل زي الفامباير بيقلب بالليل. طب هات الريموت بقى. الريموت عندك اهو. في انت ظالمه ليه كده؟ ده شويه اخبار يا ست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، إليكم موجز أخبار 12. لقد ترددت بعض الأنباء عن وجود تنين مجنح يعتليه أحد الإرهابيين. هذا التنين يجوب وسط المدينة ويصيح فيحرق الكهوف. والآن لدينا مراسلنا حمدي المرغني من وسط الأحداث. حمدي، هل تسمعني؟ نعم نعم نعم. نعم أسمعك الآن بوضوح. ماذا تريد مني بالتحديد؟ حسنا، صف لنا ما لديك يا حمدي عن وجود كما ترى الآن مجنح خلفي هو يعتلي مزيد أحد من الاندفاع. حمدي أرجوك يجب صف أن لنا ترى ما يا يحدث أخي. عندك. ولكن هي ما مزيد رأيناه من في الحرائق. إيه يا عم؟ مش هينفع كده. بص انت كل ما اقول جمله تدخل فيها قط. نفسي اكمل جملتي. يا عم احنا شغالين مع بعض بقالنا سنة، مذيع ومراسل. شاور لي اسكت هسكت، ما انا واقف جنبك. طيب اعمل لي كده هسكت، مش قصة. تاني. يلا تاني. حمدي كما ترى قول لي هتبتدي انت. هبتدي انا. يلا بينا. حمدي، صف لنا عن وجود تنين مجنح يعتليه احد الارهابيين. عذرا انت هوال، مفيش حاجة اسمها تنين مجنح. الكلام ده اوفر من عندك. لا حمدي، هذا ما رأيته بأم عيني. ينعل ابو ام عينك. انا اللي واقف في قلب الحدث، انت متنيل قاعد في استوديو بتقبض ملايين. انا اللي بنزل اتمرمط وانفجارات وقرف. انا اقول لك شفت ايه؟ هو انفجار انبوبة غاز داخل احدى الكهوف الخالية، مما اسفر عن مقتل 30 واصابة 4 آخرون. ولكن حمدي، كيف يكون كهفا خاليا وقد قتل 30 وإصابة 4؟ ما تفوت لي يا عم. ما انا مفوت لك تنين مجنح ايه؟ تنين واكل هولز ايه يا عم؟ فوت لي عشان ناكل عيش مع بعض. حسنا. هو اي انفجار بيموت بعده 30، مفيش انفجار يموت بعده 27 31. هو اي انفجار يقول لك مقتلي 30، عدد ثابت في النشر اهو. مش هنجود احنا بقى. حسنا. عدي الليله يلا. حسنا حمدي، اذا كان لديك بعض شهود العيان فاطلعنا عليهم ارجوك. نعم معي شاهد عيان، هو طفل صغير الذي انفجر كهفه وفقد ابيه وامه، فليتفضل الطفل. حبيبي، ماذا تطلب من المسؤولين؟ طفايه البطاطس. والله العظيم ابويا وامي حفيوا عليها. يبقى نحن حمدي، إذا كان لديك شهود عيان حقيقيين يا حمدي أرجوك. نعم، فمن أتى ليس شاهد عيان هو شاهد عيان، أنا آسف. فلدي الآن الشاهد الحقيقي، فليتفضل. على ما تضحك؟ انا اول مره اطلع في التلفزيون بصراحه، مبسوط قوي. بس أنت مش طالع في حفلة منير، دي نشرة أخبار. ايوه يا عم انا عارف. ايوه. الله، ده حلو قوي الاحساس ده.
ماذا تريد أن تقول لنا؟ بقول لك ايه، انتوا بتقصوا حاجات ولا انتوا شغالين على الهوا؟ نحن لا نمنتج، كل حاجة على الهوا. لا انتوا بتقصوا ليه بقى؟ لان انا ايه بقى، امبارح قاعد بكلمكم ولقيت واحد بيتصل بيكم، فانتوا تقولوا ايه؟ عذرا الاتصال اتقطع، مع انكم انتوا اللي قافلين يا رخمين. انا عارف يا رخمين، انتوا اللي قافلين من عندكم. عذرا سيدي الإتم، اشرح لنا ماذا حدث. الانفجار. الانفجار بقى ايه؟ الراجل اللي انفجر ده دخل بديناصور مفخخ ركن قدام الكهف عندي انا وايه بقى، الراجل ده طلع قريب، طلع سيلفي، مش سيلفي اللي هي كده، لا سيلفي يعني نسايب وكده. شكرا عزيزي. نأسف على هذا الفاصل الرخم. كان معكم حمدي المرغني من داخل استوديو المرغني. شكرا صديقي حمدي المرغني. ومع نهاية النشرة الإخبارية، والآن ننتقل إلى النشرة الرياضية مع صديقي علاء صادق. طبعا مساءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نستضيف اللاعب الفرنسي الشهير جيغيفيز غيريف غروس غيريف غرولو. صباح عسل. من أنت؟ أنا المترجم بتاعه. حسنا، احكي لنا عما حدث أمس في المباراة. إنها كانت مباراة صعبة حقا، فقد كان فريق الخصم يتميز بالرعونة والخشونة، وكدنا أن نخسر المباراة لولا هدف عماد متعب اللي فرحنا كلنا. فنحن الأولى بالكونفدرالية، ولكنني أصبت في المباراة في كاحلي برباط صليبي. رباط بني ورباط أسود. ايه ده؟ انت بتقلش؟ تقول رباط بني وبرز اسود؟ ما قلتش انا الكلام ده. يا عم اتكلم باحترام. لا بقى انا ده هنسحب البرنامج. تأدب، فأنا لي حذاء ألبسه، وربي ليه حذاء ألبسه. لا بقول لك انت حمار بقى. انا حمار؟ لا انت تطلع لي بره. لا اطلع بره بقى. تعالى لي يا حبيبي. لا تعالى لي بره يا حبيبي. شكرا أعزائي المشاهدين، وعلى رأي المثل ينفرقين الشموع أنا ما خدتش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتي كنا بنتفرج على عزب شو اهو. شفت انك ظالمه يا هانم. طب ما يمكن حد من صحابك. لا، حد من صحابي وحد من صحابي يقدر يعمل الكلام. لا انت بتغمزني. بيغمزني. هجيب لك نشوان. مفيش الكلام ده يا ماما. جاتك البلا. يا هانم، ما عنديش الكلام ده في بيتي. ايه الهبل قله الادب دي؟ خدتوا بالكم انا راجل في بيتي ازاي؟ خدنا بالنا. احنا هنمشي بقى لان انت عمال تقول لنا عنتيل وانت طلعت راجل خروف. تمام يا راجل يا خروف. يا خروف يا راجل يا خروف. يمشي. استنى بقى، انا هتصرف انا مع المدام اللي مش عارف هو يتصرف معاه. في جوه جهاز على فكره. العتبه جزاز والسلم نايله في نايله. عادي خلاص. عادي؟ بقيت كويس خلاص. تمام. انت مش انت وانت جعان متبقاش تاكل شوكولاته كتير. انتوا في حد جاي لكم بره؟ في فوازير بره. دي بتاعت كهفك انت ده. صح، انا اسف. اتفضل يا فندم. ايش يا عم على الكهوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. هو مش حضرتك اللي كنت في التلفزيون دلوقتي؟ ايوه هو. طب انا ماسك السلك ده بقالي نص ساعه، لا حد دخل ولا حد خرج منه. جيت هنا انت قدامي ازاي؟ انا افهمك. تعال، احنا نجيب سلك نحاس اصفر وسلك نحاس احمر وفيشه ذكر. تمام ازاي يا عم انت؟ احنا وطينا ليه؟ ما الحاجات دي ما فيهاش قله ادب، بتقولها تحت ليه؟ ما هو الفيشه ذكر والسلك عريان. افهم بقى يا بس حلو طقم لبنيتا اللي انت لابسه ده. بجد والله عجبك؟ جميل قوي والله. حلو والله العظيم، انا مشتري من عند ابوك. عارف والله العظيم. انا بقى عايز افهم، هو هنا الكهف 45 اللي هو ورا الجبل؟ يا فندم هنا 5. زلط دقشوم. يا فندم. بجد والله؟ والله. هو حضرتك زلط دقشوم؟ الملقب بعنتيل الكهوف؟ بس عشان بتكسف. بجد والنبي. الله. انا معجب بحضرتك جدا والله العظيم، متابع كل اعمالك من ايام ما كنت في المحله، وحياه ربنا كل الاعمال ومنزلها عندي على الموبايل. بص مرجع اقسم. ربنا يخليك. ممكن اتصور سيلفي مع حضرتك؟ طبعا يا حبيبي. بجد انا مبهور بيك. طب وانا لو عايز اتابع اعمال حضرتك اعمل ايه يعني؟ يعني هتلاقي شغلي كله على اليوتيوب يعني. الموقع اسمه ايه بقى؟ عنتيل الكهوف.
بالكاف ولا بالقاف؟ بالكي. بجد اوكي. مبسوط بيك بجد. شكرا يا فندم. اوعى نكون بنتصور دلوقتي ولا حاجه. مين ده؟ امشي انت دلوقتي امشي. على فكره جوزك كان بيبوس الراجل ده من شويه هنا. مين ده يا زلط؟ ده واحد كان تايه وخلاص اديته اللي فيه النصيب ومشي. لا تايه ايه؟ لا هقول لها على كل حاجه. حضرتك انا جاي من القناه اللي هي حلوه قوي. انا حضرتك جاي من مذيع من القناه وجاي اقول لحضرتك ان جوزك كسب معانا في المسابقه. مسابقة ايه؟ حضرتك جوزك اتصل بينا وكسب 10,000 عضمايه. ايه ده؟ 10,000 عضميه؟ هتعمل بيهم ايه؟ يعني هصرف جزء واتبرع بجزء المستشفى الكلب. لا مش انا احنا في العصر الحجري فمليان زلط، اكيد زلط غيري. اسمعي مني والله مش انا اكيد. لا حضرتك، ولو مش فاكر اجيب لك اللي تفكرك. اتفضل يا استاذ. لا كل حاجه، بص حضرتك كل حاجه باينه وواضحه لعلمك يعني. دول اللي كانوا في التلفزيون طلعوا من خلال السلك، احنا خدنا كابل وصلناه عندنا، وكل اللي بيحصل ده قرايبنا اهو. السلك ده يا جدعان ده مفيش حد دخل ولا خرج، انا ماسكه من الصبح. سلك شبه ده، مش السلك ده. اصبر، مش كان في واحده معاه في البرنامج اهو. اتفضلي. مساء الخير. انا رحت في داهيه. استاذ زلط، ايوه حضرتك اللي كسبت معانا 10,000 عضمايه، بس حضرتك في اخر البرنامج قلت انا مش عايز الجايزه بس عاوزك تبقي كويسه. اطمن عليكي في بيت العدل ان شاء الله. لا 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 ما قالتش كده. وبعدين اللي عامل الموضوع ده كله صاحبتك يا هانم. اتفضلي. خلاص بقى يا دبشه يا حبيبتي، ما يبقاش قلبك اسود. هو غلط وهيصلح غلطته خلاص. غلطت وهصلح غلطتي خلاص، ومش هيعمل كده تاني. ومش هعمل كده تاني. وراسه اللي من العصر الحجري دي هتتكسر. ايوه تتفشفش. يلا بقى يا ولاد خالتي، احنا عملنا اللي علينا. ايه ده ولاد خالتك؟ ايوه كل دول ولاد خالتها. امال انت فاكر ايه؟ كل دي لعبه ملعوبه عليك عشان تعتذر لمراتك. اتفضل اعتذر. انا اسف يا حبيبتي، انا فعلا مش هعمل كده تاني. خلاص انا تبت. ودي كانت اول كذبه من العصر الحجري.